ابنك قطعها تاني وكل ما بتجيبي له كوبايه بيقطع المصه السيليكون بتاعتها. تعالي لما اقول لك المشكله فين وازاي ان انت تحليه. بس قبل ما نبتدي عايز اقول لك ان دي الحلقه الثالثه من سلسله فيديوهات ازاي تختاري كوبايه مناسبه لطفل. 90% من المصه السيليكون بتتقطع بسبب اسنان البيبي، وخصوصا في مرحله التسنين، لان الاطفال الاسنان اول ما بتطلع بتكون شاربه وحاده، وهو الاسنان بتاعته واللثه بتاعته بتكون متهيجه بسبب التسنين. فايه اللي بيحصل؟ بيبتدي ان هو يلاقي ملمس المصه ناعم وطري على اللثه بتاعته، فيبتدي ان هو يعض عليها علشان يقلل معاه التهابات اللثه، فتبتدي ان هي تتقطع. طيب في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنبتدي ان احنا نغير له الكوبايه من مصه سيليكون لهارد سباوت، مصه صلبه. وفي نوعين من المصه الصلبه، يا اما مصه صلبه بلاستيك تماما، يا اما بيكون عليها طبقه رابر علشان تكون خفيفه شويه على اللثه بتاعته. والاكواب المصه الصلبه بتبتدي معانا من 9 شهور، وبتكون كلها نون سبيل. وليه مش بتكون سهله الانسكاب او فري سبيل؟ لسبب بسيط جدا، ان الطفل في المرحله دي بيبتدي ان هو عايز يكتشف البيت، ويبتدي ان هو عايز يمسك الحاجه ويعتمد على نفسه. فلكن انت تتخيلي ان الكوبايه دي فيها عصير، ويا سلام بقى لو عصير فراوله، وهو بقى بيكتشف كده وهي بتنزل لوحدها، قام على السجاده واديله ادي بوظ الدنيا خالص. فعشان كده لازم ان هي تكون نون سبيل. بس في حاجه، ممكن تجيبي له الكوبايه دي وتلاقي ان هو مش قادر ان هو يشفط منها وما عندوش قوه شفط. ساعتها تعملي ايه؟ ترميها على الارض؟ لا طبعا، استني الفيديو اللي جاي عشان هقول لك هتعملي ايه. وبس كده. لو عندك اي استفسار ابعتي لي رساله او سيبي لي كومنت، واكتبي لي دعوه حلوه في الكومنتات. انا عمر محمد بقدم لك نصايح ومنتجات ليكي ولطفلك.